30,000 ل 60,000 في موديلات كتيرة جدا من لينوفو الاو كيو. فالفيديو ده هيكون فيديو تعريفي لمعظم اللابات اللي موجودة في السعر ده علشان تبقى فاهم ايه الفرق اللي ما بين اللابتوب ده واللابتوب ده، وهنتكلم مع بعض على اكتر من لابتوب. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو انت اول مرة تشوفني فانا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. خلينا نبدأ مع بعض على طول في اول لابتوب. واول لابتوب هيكون معانا هو اللينوفو الاو كيو 15 اي اي اكس 9، والام تي ام بتاعه تحديدا 83 جي اس 008 كيو اي دي. اللابتوب ده بيجي ببروسيسور انتل كور اي 5 من الجيل ال 12 اللي اسمه اي 5 12450 اتش اكس، بروسيسور 8 كور، 4 برفورمانس كور و4 افشنسي كور و12 ثريد، والبرفورمانس كور بتاعته بتوصل لحد 4 و4 جيجا هرتز، والافشنسي كور بتوصل لحد 3.1 جيجا هرتز و12 ميجا كاش كده. وكارت الشاشه بتاعه هيكون ار تي اكس 2050، وده هيبقى اقل كارت شاشه من فئه الار تي اكس موجوده في الدنيا كلها. هيساعدك شويه عشان تقنيات الذكاء الاصطناعي والدي ال اس اس، مش اكتر من كده، لا في فريم جنريشن، ولو شغلت في الريت ريسنج هيبقى الدنيا معاك رايحه في داهيه خالص. فده هيبقى اول كارت تقدر تبدا بيه اللي انت مثلا تشتغل على حاجه ليها علاقه بكارت الشاشه، او انك تلعب العاب سواء كومباتيتيف او تريبل اي او حتى اوفلاين واونلاين، وكل حاجه هتشتغل معاك بفريمات متوسطه على اداء متوسط. والكارت ده بيجي 4 جيجا جي دي دي ار 6، والبوست كلوك بتاعه 1575 ميجا هرتز، والتي جي بي اللي بيسحبه الكارت ده من اللابتوب 65 واط. واللابتوب ده بيجي برامه واحده 8 جيجا دي دي ار 5 4800 ميجا هرتز، وفي مكان اللي انت تزود رامه كمان. والبطاريه بتاعت اللابتوب 60 واط بير اور. والشاحن اللي بيجي مع اللابتوب هو السليم تايب بتاع لينوفو 135 واط. والشاشه بتاعته 15 و6 فول اتش دي اي بي اس بانل 144 هرتز 100% اس ار جي بي، وفيها جي سينك. والكيبورد بتاعته اللاي اوت بتاعتها عربي وانجليزي، وبتنور باك لايت ابيض. مش بيجي معاه ويندوز، ومعاه الماوس بتاع لينوفو اللي اسمه لينوفو ال او كيو ام 100. وضمان اللابتوب ده سنه، وسعر اللابتوب ده 29999 جنيه. واللابتوب التاني هو برضو لينوفو ال او كيو، بس الموديل بتاعه 15 اي ار بي 9، والام تي ام بتاعه 83 جي سي 0001 يو اس. واللابتوب ده بيجي ببروسيسور AMD Ryzen 5 7235 HS. ده بروسيسور 4 كور، والاربعه كده كلهم برفورمانس، وبيوصل لحد 4.2 جيجا هرتز. والL2 كاش بتاعه 2 ميجا، والL3 كاش بتاعه 8 ميجا. وكارت الشاشه بتاعه RTX 3050 هيبقى ابجريد كويس من ال 2050 بشويتين حلوين. 6 جيجا جي دي دي ار 6، البوست كلوك بتاعه 1732 ميجا هرتز، والتي جي بي بتاع الكارت 95 واط. واللابتوب بيجي برامة 12 جيجا 4800 ميجا هرتز، وفي مكان تاني تقدر تزود فيه رامة كمان كده، و512 جيجا اس اس دي ام دوت 2 انفيم اي جين 4، وفي مكان تاني برضو تعرف تعمل فيه ابجريد للاس اس دي. والبطارية بتاعته 60 واط بير اور، والشاحن اللي بيجي معاه 170 واط، هيكون كويس جدا للبروسيسور وللكارت مع بعض. والشاشة بتاعته اي بي اس بانل 15 و6 انش 144 هرتز، وبرضو 100% اس ار جي بي. والكيبورد بتاعته بتنور ابيض، والحروف بتاعتها انجلش بس. ومعاه ويندوز 11 اوريجينال هوم اديشن. واللابتوب ده ضمان مورد مش ضمان وكيل، وضمانه بيكون سنه واحده. وسعر اللابتوب ده 30888 جنيه. فلو انت مثلا جيمر ومركز في الجيمز اكتر من الاداء بتاع البرامج وكده، فاللابتوب اللي ب 30888 هيكون افضل معاك في الالعاب علشان كارته 3050 مش 2050. ولو انت محتاج البروسيسور اكتر من الكارت، فهتاخد التاني اللي سعره 30000 اللي بيجي بروسيسور اي 5 2050. ندخل بقى على اللابتوب التالت، واللابتوب اللي بعديه هو لينوفو ال او كيو 15 اي ار اكس 9، والام تي ام بتاعه 83 دي في 00 بي 4 اي اكس. والبروسيسور بتاع اللابتوب ده اي 5 بس من الجيل ال 13450 اتش اكس. علينا قوي في البروسيسور لان البروسيسور ده 10 كور، 6 برفورمانس كور و4 افشنسي كور. والبي كورز بتاعته بتوصل لحد 4 و6 جيجا هرتز، والاي كورز بتوصل لحد 3 و4 جيجا هرتز، وكده 20 ميجا كاش. وبالنسبه للكارت بتاعه فهو برضه هيبقى انفيديا ار تي اكس 3050 6 جيجا جي دي دي ار 6 و1732 ميجا
ميجا البوست كلوك بتاعه، والتي جي بي بتاع الكارت 65 واط، بس هيكون في 142 اي اي توبس. التوبس دي اللي هي تيرا اوبريشنز بير سكند. تمام. واللابتوب ده بيجي برامه واحده 16 جيجا دي دي ار 5 4800 ميجا هرتز، وفي مكان اللي انت تزود فيه رامه تانية، و512 جيجا اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي جن 4، وفي مكان زياده اللي انت تزود فيه اس اس دي تاني. والبطاريه بتاعته 60 واط، والشاحن بتاعه برده 170 واط اللي هو السليم بتاع لينوفو. والشاشه بتاعته 15 و6 اي بي اس بانل 144 هرتز فول اتش دي 100% اس ار جي بي. والكيبورد بتاعته وايت باك لايت، واللاي اوت بتاعه عربي وانجليزي. واللابتوب ده ضمان مورد سنه واحده، وسعر اللابتوب ده 38500 جنيه. لو انت عايز تطلع شويه عن اللي هو ب 30800 ده هيكون اختيار جامد جدا ليك في الفئه السعريه دي. 38500 جنيه 30 50 6 جيجا واي 5 13 بروسيسور 10 كور 6 بي و4 اي، فهيكون اختيار برضو كويس جدا. ولو علينا شويه كمان نقدر ناخد اللينوفو ال او كيو ال 15 اي ار اكس 9. الام تي ام بتاعه 83 دي في 00 اف واي يو اس. والبروسيسور بتاع اللابتوب ده اي 5 جيل 13 برضو 13450 اتش اكس، نفس البروسيسور اللي فات بالظبط. وكارت الشاشه بتاعه بقى هيبقى ار تي اكس 4050، فهيبقى فيه دي ال اس اس 3، وهيبقى فيه فريم جنريشن. وكمان البوست كلوك بتاع الكارت ده 2370 ميجا هرتز، والتي جي بي بتاع الكارت 105 واط. والتي جي بي دي يعني الكهرباء او الوات اللي الكارت بيسحبه، فكل لما الوات ده عالي كل ما اداء الكارت بقى اقوى وبقى ستيبل اكتر. بس مش في كل الكروت، يعني الحاجات بتاعت الذكاء الاصطناعي بقت بتخلي اللي انت ممكن تشتغل على كارت الجي جي بي بتاعه قليل وتاخد فريمات مرضيه جدا 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 ليك. و194 اي اي توبس برضو كده كده. وبيجي برامه واحده 12 جيجا دي دي ار 5 4800 ميجا هرتز، في مكان تاني تزود فيه رامه كمان. وبيجي ب 512 اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي جن 4، وفي مكان تاني كده كده. والادابتور بتاعه نفس ال 170 واط ادابتور. والشاشه بتاعته 15 و6 اي بي اس 144 هرتز 100% اس ار جي بي، وفيها جي سينك. والكيبورد بتاعته بتنور ابيض، وفيها اللاي اوت بتاعتها انجليزي فقط. واللابتوب ده بيجي معاه ويندوز 11 اوريجينال الهوم اديشن. وضمان اللابتوب ده سنه واحده ضمان مورد، وسعر اللابتوب ده 42000 جنيه. فده برضه هيبقى افضل ليك لو انت خدت حاجه في الفئه الاربعينات، فهي دي الفئه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. وكارت ال 40 50 ده بيقارن بكارت ال 30 60 بالمناسبه، فالكارت ده هيكون قوي جدا، والبروسيسور هيكون مقبول جدا جدا جدا. وده ينقلنا لللابتوب اللي بعديه اللي هو اللينوفو ال او كيو 15 اي ار اكس 9. وهنا بقى احنا علينا في البروسيسور، لان احنا اخدنا البروسيسور الانتل كور اي 7 ال 13 650 اتش اكس، بروسيسور 14 كور 6 بي كور و8 اي كور. والبروسيسور ده 24 ميجا كاش، والبي كور بتوصل لحد 4.9 جيجا هرتز، والاي كور بتوصل لحد 3 و6 جيجا هرتز. والكارت بتاع اللابتوب ده هيكون ار تي اكس بس 30 50 مش 40 50. واللابتوب ده بيجي برامتين كل واحده فيهم 12 جيجا 4800 ميجا هرتز دي دي ار 5، يعني توتال الرامات 24 جيجا. و512 اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي، وفي مكان تاني اللي انت تزود اس اس دي كمان. والبطاريه بتاعته 60 واط بير اور، والشاحن بتاعه 170 واط. والشاشه بتاعته اي بي اس 100% اس ار جي بي، بس بقت 300 نتس بدل 250 نتس، فاضاءه اعلى، فالاستخدام في الضوء بتاع الشمس بقى يوزابل اكتر من اللي قبليه. وكمان 144 هرتز، وفيها جي سينك. والكيبورد بتاعته بتنور باللون الابيض، واللاي اوت بتاعه عربي وانجليزي. وضمان اللابتوب ده ضمان مورد سنه واحده، وسعر اللابتوب ده 42500 جنيه. فده لو انت بقى عايز حاجه بروسيسور قوي جدا وكارت يشغلك شويه في البرامج، او لو انت عايز تلعب برضو يشتغل معاك تمام، فانت كده برضو عليت شويتين كمان. وده ينقلنا لللابتوب اللي بعديه الا وهو لينوفو ال او كيو 15 اي ار اكس 9. والام تي ام بتاع اللابتوب ده 83 دي في 000 دي اي اكس. البروسيسور بتاع اللابتوب ده اي 7 13 650 اتش اكس، بس الكارت هيبقى ال 40 50، فتاخد دي ال اس 3 وتاخد فريم جنريشن. ورامة اللابتوب هتبقى 16 بدل 24 في اللي قبليه، بس في مكان تاني تقدر تزود فيه رامة كمان. والرامات اللي جايه مع
اللابتوب دي دي ار 5 4800 ميجا هرتز و512 جيجا اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي جيم 4، وفي مكان تاني للاس اس دي، والبطاريه بتاعته 60 واط بير اور، والشاحن بتاعه برده 170 واط، والشاشه بتاعته 15 و6 300 نتس 100% اس ار جي بي 144 هرتز، فيها جي سync وكمان فول اتش دي. حاسس ان انا براب مش بعمل فيديو. والكيبورد بتاعته بتنور باللون الابيض وفيها عربي، واللابتوب ما بيجيش معاه ويندوز، وضمانه سنه ضمان مورد، وسعر اللابتوب ده 45899 جنيه. يعني ال 42500 من ال 45800 فرق تقريبا 3000 جنيه. ولو اخدت النسخه اللي فيها ال 4050 هتبقى افضل بكتير جدا من ال 3050، بس الرامات هتبقى 16 بدل 24، ودي مش فارقه، انت تقدر تزود الرامات عادي براحتك. فلو معاك ال 42500 اعلى سكه كمان وخد اللي ب 45 هيبقى مفيد ليك اكتر واستثمار اكبر. وده ينقلنا لللابتوب اللي بعديه، لينوفو ال او كيو تحديدا 15 اي ار بي 9، والام تي ام بتاعه 83 جي سي 0000 يو اس، والبروسيسور بتاع اللابتوب ده رايزن 7 7435 اتش اس. البروسيسور ده 8 كور و16 ثريد، 8 كور كلهم بي كور مفهومش اي كور، وكمان بيوصل لحد 4 و5 جيجا هرتز، والال 2 كاش بتاعه 4 ميجا، والال 3 كاش بتاعه 16 ميجا. وكارت الشاشه بتاع اللابتوب ده بقى هيبقى ار تي اكس 4060. انت قلت شويه في البروسيسور الاي ام دي واخدت الار تي اكس 4060 اللي هيكون اعلى بكتير جدا من ال 3060 وال 3050، واعلى شويه من ال 4050. والتي جي بي بتاع الكارت ده 105 واط، والبوست كلوك بتاعته 2370 ميجا هرتز، وكمان الكارت ده 8 جيجا جي دي دي ار 6. ورامات اللابتوب 16 بس متقسمين على 2 في 8 3200. فنصيحة مني ليك، هو لو 16 بعد شوية بقت مش مقضيه لك الغرض، هتشيل الرامتين ال 8 وتشتري رامتين 16، يبقى توتال ال 32. والرامتين ال 8 دول ما تبيعهمش لحد فترة الضمان بتاعتك ما تخلص، علشان لما تيجي ترجع اللابتوب لا قدر الله لو في مشكلة او حاجة، ساعات بيقول لك لا انا لازم اللابتوب بالحاجة اللي جاية معاه اللي هي الرامات بتاعته والاس اس دي. وبما اننا جبنا سيره الاس اس دي، فالاس اس دي بتاع اللابتوب ده 512 جيجا جيم 4 ام دوت 2 ان في ام اي، وفي مكان تاني تركب فيه اس اس دي تاني. وشاحن اللابتوب ده 170 واط، والبطاريه بتاعته 60 واط بير اور. وشاشه اللابتوب 15 و6 100% اس ار جي بي 300 نتس 144 هرتز، فيها جي سync وفول اتش دي. والكيبورد بتاعت اللابتوب بتنور ابيض وما فيهوش غير الانجليزي بس، الكيبورد ما عليهاش حروف عربي، وانت ممكن يعني تعملها ليزر عادي. وضمان اللابتوب ده سنه، وسعره 46500 جنيه. فانت برضو عليت 1200 جنيه تقريبا او 1100 جنيه، واخدت حاجه ار تي اكس 4060 ونزلت شويه في البروسيسور. يعني الرايزن 7 اقل من الاي 7 الجيل ال 13، بس برضو يوزابل ومعقول وكويس جدا على سعره. وده ينقلنا لللابتوب اللي بعديه، اللي جايب بقى الكومبو كله مع بعض، اللي هو اللينوفو ال او كيو 15 اي ار اكس 9. الام تي ام بتاعه 83 دي في 000 سي اي اكس، اللي بيجي بروسيسور اي 7 من الجيل ال 13 13650 اتش اكس، وكارت الشاشه بتاعه هيبقى ار تي اكس 4060. فانت كده اخدت الحلو من ده على الحلو من ده. وراماته بيجي برامه واحده 16 جيجا 4800 ميجا هرتز، فانت في عندك مكان تزود فيه كمان رامه 16 ويبقى التوتال 32. و512 جيجا اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي جن 4، وفي مكان تاني. والشاحن بتاعه بقى هنا ايه 230 واط. ليه 230 واط؟ علشان الباور بتاع ال 4060 بقى في اللابتوب ده 115 واط، مش زي اللي قبليه بالظبط اللي هو كان 105 واط. ف 230 واط سليم 3 بن هيكون كويس وكافي جدا. والشاشه بتاعته 15 و6 اي بي اس 144 هرتز فول اتش دي 100% اس ار جي بي، وفيها جي سync. والكيبورد بتاعت اللابتوب بتنور ابيض وفيها عربي. وضمان اللابتوب سنه واحده، وسعر اللابتوب 51500 جنيه. بيرفكت والله. فاحنا كده علينا برضو شويتين تاني. وده ينقلنا اللابتوب اللي بعديه اللي هو لينوفو ال او كيو برضو 15 اي ار اكس 9، بس الام تي ام بتاعه هيبقى 83 دي في 00 يو يو دي بي.
اللي بيجي ببروسيسور i7 بس بقى من الجيل ال 14 المره دي 14700 HX، وبيجي ب 20 كور، 8 برفورمانس كور و12 افشنسي كور، والبي كور بتاعته بتوصل لحد 5.5 جيجا هرتز، والاي كورز بتاعته بتوصل لحد 3.9 جيجا هرتز which is nice جدا على فكره. وكمان كارت الشاشه بتاعه RTX 4060 115 واط، التي جي بي بتاعه 8 جيجا DDR6، والاي اي توبس بتاعته 233 اي اي توبس، وراماته 16 بس 2 في 8 بس بقى DDR5 5600 ميجا هرتز مش 4800 ميجا هرتز، وبيجي ب1 تيرا SSD M.2 NVMe Gen 4، وفي مكان تاني اللي انت تزود فيه SSD تاني. والادابتور اللي بيجي مع اللابتوب ده 230 واط، والبطاريه بتاعته 60 واط بير اور، والشاشه بتاعته 15.6 انش 100% sRGB، فيها جي سينك وفول HD و144 هرتز، والكيبورد بتاعته بتنور باللون الابيض وفيها عربي. واللابتوب ده ضمانه سنه وسعره 53500 جنيه، حرفيا فرق 2000 جنيه تاخد i7 جيل 14، ده هيكون افضل من الاي 7 الجيل ال 13، وزودت 2000 جنيه بالظبط. وهنا نتنقل لاخر لابتوب معانا، واكون انا كده فصصت لك اللابات اللوك اللي من 30000 ل 60000 كلها على الترابيزه، وقلت لك امكانيات كل لابتوب فيهم. واخر لابتوب ده هو ال OQ 15ARB9، الام تي ام بتاعه 83JC009CUS. البروسيسور بتاع اللابتوب هيبقى رايزن 7 7435 HS، والكارت بتاعه بقى هيبقى RTX 4070 اعلى من ال 3050، اعلى من ال 2050، اعلى من ال 3060، اعلى من ال 4050، اعلى كمان من ال 4060. والكارت ده 8 جيجا DDR6، والبوست كلوك بتاعه 2175 ميجا هرتز، والتي جي بي بتاع الكارت 115 واط. واللابتوب ده بيجي برامتين، كل واحده فيهم 8 جيجا DDR5 4800 ميجا هرتز، وبيجي ب 512 جيجا SSD M.2 NVMe Gen 4، وفي مكان تاني اللي انت تزود فيه SSD تاني. والباور سبلاي بتاعه 230 واط و60 واط بير اور البطاريه بتاعته، وبينور باللون الابيض. الكيبورد بتاعته كده كده انجليزي بس. واللابتوب ده معاه ويندوز 11 اوريجينال النسخه الهوم برضو، واللابتوب ده ضمانه سنه، وسعر اللابتوب ده 57000 جنيه. فلو انت جيمنج بحت ال 4070 هيبقى اعلى كارت فيهم كلهم، والرايزن 7 هيشغلك كل الالعاب اللي انت عايزها تمام جدا. فده هيبقى اغلى افضل لابتوب موجود في الفئه السعريه اللي هي لحد 60000 جنيه من لينوفو. ودي كانت حلقة جديدة من سلسلة حلقات بكام وانا رشح لك مع احمد عارف على نجوم اف ام. بهزر. بس كده، يا ريت تكون. هو انا كنت بصور كل ده وسايب النور بتاع الأوضة مفتوح؟ بتهزر يا اسطى؟ يا نهار ابيض، انا مش هعيد الفيديو تاني، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا وعرفت على الاقل ايه الفرق ما بين كل لابتوب ولابتوب في الفئة السعرية، وكل لما بتعلى قد ايه كل لما تجيب لابتوب عامل ازاي. دي كانت فلترة لاكتر اللابات اللي احنا شايفينها بتقدم قيمة مقابل السعر بتاعها، وادائها مظبوط وامكانياتها كويسة جدا. ولو وصلت الحتة دي في الفيديو فاعرف انك محترم وشبعان وابن ناس، وانا بحبك، وانا احمد عارف، ودي سيجما كمبيوتر. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.